السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة مربى من حاجة كلكم كنتوا بترموها، وهي إيه؟ قشر اليوسفي. قشر اليوسفي ده يا جماعة طلع كنز في البيت. بعد الفيديو ده بإذن الله انتوا ما انتوش هترموه وهتحتفظوا بيه لأنه كنز. هنعمل منه إن شاء الله النهاردة مربى. طب القشر ده ممكن نعمل بيه إيه تاني؟ ممكن ناخده كده نغسله ونحطه في برطمان الترشي، هيطلع مخلل طعمه جميل جدا، بيبقى جميل جدا في المخلل. كمان ممكن نعمل بيه ايه؟ ممكن ناخد القشر ده ونحتفظ بيه في الفريزر ونطلعه نغسل بيه اي حاجة فيها ريحة زفارة، زي بط، فراخ، سمك. ندعك بيه كده كويس جدا من جوه ومن بره، بيشيل ريحة الزفارة وبيبقى اقوى كمان من الليمون. ما تخافوش، مش هتاخد الريحة خالص، لان احنا لما نشطفه الريحة دي كلها هتروح ومش هيبقى فيه ريحة زفارة خالص. كمان ممكن ناخد القشر دوت ونعصره في الخلاط بشوية من المية، وبعد كده نصفيه وناخد المية بتاعته نضيفها على أي سائل غسيل مواعين عندك، بيبقى قوي جدا على الدهون وبيبقى ريحته جميلة جدا. أنا كده خدت، بعد ما خدت القشر قشرته، احتفظت بيه في الفريزر. طبعا ما تحتفظيش بيه بره التلاجة او في التلاجة من تحت، لانه بينشف وبيبوظ. فتحطيه كده كل ما يجي عندك شوية يوسفي كده وتقشريهم، تاخدي القشر بتاعه وتحتفظي بيه في كيس زي ما انا عملت كده في الفريزر. ناخد بقى القشر كده. طبعا انا حاطه القشر مش مغسول، فانا هحطه في طبق وهاخد القشر ده كده اغسله كويس جدا. طبعا مجرد ما بيدخل تحت المية بيفك، ما بيبقاش فيه يعني مش متكتل ولا اي حاجة، بيفك. بغسله كويس جدا من اي تراب، اي حاجة كانت عليه، لان طبعا احنا هناخده هنعمل بيه ايه؟ زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، هنعمل بيه مربى. الحتة السمراء اللي زي ما انا وريتها لكم دي بتبقى اصلا في القشرة، يعني ده مش تراب لازق على القشرة ولا حاجة. خلاص بعد ما غسلناه غسلة كويسة، هنحطه في حلة، نحط عليه شوية من المية، نغرقه كده في المية، وناخده فين؟ ناخده على البوتاجاز على نار عالية. يدوبك أنا عايزاه يستوى، مش يستوى، أنا عايزاه ينزل بس أي مرارة فيه، لأن طبعا زي ما احنا عارفين القشر ده بيبقى فيه نسبة من المرارة. طبعا مش زي قشر البرتقال، بس برضو فيه نسبة من المرارة. فأنا هسيبه كده على البوتاجاز على نار عالية حوالي 10 دقايق يغلى وينزل المية الصفرا بتاعته. طبعا المية ديت هي دي المية اللي فيها المرارة. هناخده بعد كده بقى، بعد ما قفلنا عليه النار بعد 10 دقايق، هناخده نصفيه ونشطفه شطفة كويسة جدا تحت المية. طب ايه الخطوة اللي بعدها؟ هناخده بقى نحطه في شفشق الخلاط ونحط عليه شوية مية من الحنفية، مش المية اللي احنا سلقناه فيها يا جماعة. حط عليه شوية مية من الحنفية ونعصره كويس جدا في الخلاط لحد ما يوصل معانا لمعجون اليوسفي بالشكل ده. ده المعجون اللي احنا هنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. ده بقى تاخديه تحطيه في علبة كده محكمة الغلق وتحطيه في الفريزر لحد ما تيجي تستخدمي. بتعملي كيكة هتطلعي معلقة منه كده على المكونات بتاعة الكيكة وتبقى كيكة اليوسفي. بتعملي عصير وعايزة فيه نكهة اليوسفي، هتاخدي برضو معلقة كده منه وتحطيه على العصير اللي بتعمليه، هيديكي برضو نكهة اليوسفي. طبعا لان احنا عارفين ان اليوسفي ماهوش متوفر طول السنة، فاحنا عايزين النكهة بتاعته تبقى عندنا لأي حلويات بنعملها، كيكة، بسكوت، عصير، مربى زي ما احنا هنعمل كده النهاردة، هتبقى متوفرة عندك على طول. يلا بقى نبتدي في المربى. خلاص عملنا معجون اليوسفي اللي احنا هنعمل بيه المربى. انا معايا كيلو من الجزر، خدته قشرته وبشرته كويس جدا في المبشرة في الكبة براحتك. بعد كده هضيف عليه كوباية من السكر. الكيلو عليه كوباية مليانة من السكر، حابة طبعا تضيفي سكر أكتر براحتك، بس الكوباية بتخلي السكر بتاعه معتدل. هقلبه كويس جدا في السكر وهحط عليه 3 معالق من معجون اليوسفي، وبعد كده في الآخر هحط عليه كمان معلقة. حسيت ان ال3 معالق مش كافيين، انا حبيت ازود النكهة فحطيت كمان معلقة. فانا حطيت 3 معالق، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة من معجون اليوسفي اللي احنا قلنا هنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. يعني اليوسفي هيبقى عندك طول السنة من المعجون اللي احنا عملناه ده.
طبعًا لإن إحنا في الموسم، فأنا جِبت واحدة برضه من اليوسفي أو اليوستفندي، شِلت منها البذر اللي فيها كده وقطّعتها، لو مش متوفّرة عندِك مش مشكلة، بس طبعًا طالما إحنا في الموسم فحبّيت إن أنا أزوّد النكهة بواحدة كمان من اليوسفي. قلّبت كويس جدًا كُلّه مع بعضه كده، وبعد كده هازوّد كمان معلقة من المعجون. وهاسيبه كده في السكر بتاعه ينزّل المَيّة بتاعته، المَيّة اللي إحنا هنسويه فيها عشان إحنا مش هنزوّد مَيّة. حطيت كمان معلقة، بصراحة طعمها جميل جدًا، جرّبوا الوصفة ديّة والمعجون دوّة هيفضل متوافر معاكم نكهة اليوسفي طول السنة. بتعملي زي ما قُلت لِك أي حلويات هتحطّي منها، بتعملي مربى هتحطّي منها، مربة اليوسفي طعمها جميل جدًا. خدتها بقى كده سِبتها حوالي ساعة كده تصفّي المَيّة بتاعتها، السكر ينزّل المَيّة بتاعة الجزر واليوسفي، وبعد كده هنعصر عليهم عصرة من الليمون. طبعًا الليمونة تحطيها في أول السِوَى أو في آخر السِوَى مش هتفرق، هي مادة حافظة المربى بتاعتِك. هاخدها بقى كده على نار هادية، المربى تتحط يا جماعة على نار هادية جدًا. طبعًا ده بعد ما استوت حوالي 3/4 سِوَى، يعني هي فاضل لها سِوَى حاجة بسيطة جدًا. ممكن تكمّلي السِوَى بتاعها وتسيبيها خِشنة بالشكل ده، بس أنا حبّيت أنعّمها، المربى طبعًا بتبقى ناعمة، فأنا ممكن تاخديها بقى تعمليها في الهاند بلندر وهي في الحلة كده، بس أنا خدتها في الخلاط، ضربتها كده ضربتين في الخلاط، نعّمتها علشان تبقى زي المربى اللي إحنا بنشتريها ناعمة جدًا. بعد كده نزّلتها تاني في قلب الحلة، تكمّل بقية السِوَى بتاعها، يا دوبك هُم 10 دقايق، هي يعتبر كده مستوية. بس طبعًا لإن إحنا ضربناها في الخلاط، فهنحطها حوالي 10 دقايق على النار عشان لو الخلاط فيه مَيّة أو نقطة مَيّة كده والّا كده ما تبوّظش المربى معانا. خلاص هاقلّبها كده على نار هادية برضه حوالي 10 دقايق، كده المربى بتاعتنا استوت وبقت زي الفل. هنجيب بقى برطمانات أو علب أي حاجة تحبي تحتفظي بيها، طبعًا تكون مغسولة كويس ومتعقمة وما تكونش فيها نقطة مَيّة، تكون متنشفة كويس جدًا، لإن لو فيها نقطة مَيّة المربى بتاعتِك مش هتستحمل، يعني أنتِ لو حابة تحتفظي بيها فترة في التلاجة لأ هتبوظ ومش هتستحمل. فعشان كده البرطمانات تبقى جافة جدًا معايا ما فيهاش أي نقطة مَيّة. وكده طبعًا أنا حطيتها وهي سخنة، بس نراعي إن إحنا ما نغطّيش البرطمان غير لمّا يبرد تمامًا، عشان ما يعملش مَيّة على الغطا ويبوّظ لي المربى. احتفظتِ بيها في البرطمان، شايفين بقى شكل المربى، شايفين النعومة بتاعتها والّا شايفين اللمعة بتاعتها؟ جميلة جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوها هتعجبكم جدًا بإذن الله. وطبعًا يعني حاجة يعني كنا بنرميها بس طلعت اكتشفنا إن هي كنز، وطعم المربى خطير. جرّبوها بإذن الله ومش هتندموا. وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.